كيك مالح بدون دقيق بدون زيت، سهلة جدا، مشبعة بشكل وهمي، مكوناتها بسيطة جدا وطعمها حرفيا يجنن. اول حاجة عندي هنا نص كوب من العدس، هنقعه من 4 ل6 ساعات في مية، وبعد كده هصفيه من ميته وهغسله كويس جدا لحد ما تكون المية عندي بيضة نظيفة جدا. والخطوة دي مهمة علشان نتخلص من طعم العدس. بعد كده هضيف ليه بيضة، معلقتين من الزبادي، ملح وفلفل اسود وبيكنج باودر مع بيكنج صودا. نضربهم هنا بقى بالخلاط او بالهاند بلندر حسب ما تفضلوا. واثناء الضرب انا زودت ليها 3 معالق كبار من الميه ومعلقه صغيره من الخل. هنفضل نضرب فيها كويس لحد ما نتخلص من اي تكتلات للعدس. هنا بقى نقدر نضيف اي خضار تفضلوا، ضفت فلفل الوان، كمون وزعتر. هنقلبهم ونحطهم في اصغر قالب عندكم. بعد ما نحطها في القالب نقدر نزينها بحبة البركة والسمسم وشوية من أي نوع جبنة يكون خالي من الزيوت المهدرجة. هندخلها بقى الفرن، هتاخد منكم من 10 ل15 دقيقة حسب حرارة الفرن. لازم تجربوها، حرفيا طعمها يجنن. جربوها وبألف هنا وشفا مقدما.